من جانب الترجي. كرة بن حمودة، بن حمودة ضربة جزاء، ضربة جزاء إبراهيم نور الدين، ضربة جزاء واضحة، ضربة جزاء للترجي الرياضي في توقيت 79 دقيقة لعب. محمد علي بن حمودة دخل بذكاء بدهاء يربح ضربة جزاء لممثل كرة القدم التونسية حمد الهوني، ياخذ الكرة وسيكون ان شاء الله على موعد مع افتتاح باب التسجيل للترجي الرياضي. هذه الإعادة عبد الرحمن واضحة، ضربة الجزاء لمحمد علي بن حمودة والترجي أمام فرصة لتسجيل الهدف الأول. اكيد رفقي كما قلت معناها الضغط يولد الاخطاء، وارغم مدافع بلاتو يونايتد على ارتكاب الهفوه، ويجازى بن حموده على مجهوداته طيله اللقاء وطيله المباراه، والترجي يستحق الحصول على ضربه الجزاء مع ضغط مع ايضا فريق بلاتو يونايتد كان كله متكتل في الدفاع. وحكم المباراة إبراهيم نور الدين يعلن عن ضربة جزاء مع احتجاجات كبيرة من لاعبي بلاتو يونايتد في هذه الدقائق الأخيرة من اللقاء، والانتظار تنفيذ ضربة الجزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي في هذه الدقائق الأخيرة للمباراة. إيتودو مع إبراهيم نور الدين، وأكيد رفقي محمد علي بن حمودة أجهد الدفاع المنافس. في المقابل برشا احتجاجات على الإعلان عن ضربة جزاء بالنسبة لبلاتو يونايتد في انتظار تنفيذ ضربة الجزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي. الحكم الدولي المصري وبالرمضان الاختصاصي منطقيا هو باش ينفذ ضربة الجزاء. سجل عديد الأهداف التشامبيونز ليج للترجي الرياضي التونسي، العائد للمسابقات، العائد للقاءات. ننتظر رفقي تنفيذ ضربة الجزاء مع تواصل الجدال بين لاعبي بلاتو يونايتد وحكم المباراة إبراهيم نور الدين. إذا في الانتظار بالرمضان في تنفيذ ضربة الجزاء، والحارس أيلوزو ياخو مكانه في المرمى. ننتظر في التنفيذ وفرصة للترجي للتسجيل، فرصة للترجي لتحقيق هدف التأهل إلى دور المجموعات من كأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم بالرمضان أمام الحارس أيلوزو. ننتظر التنفيذ من جانب متوسط الميدان للترجي الرياضي التونسي. أيلوزو أمامه بالرمضان، يتقدم بالرمضان، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. رفقي فرحة كبيرة للجماهير اللي تستحق أحداث الفارق من جانب فريقها. وهدف الأول عن طريق محمد علي بن رمضان، وأخيرا سجل الترجي من ضربة جزاء سجلها العائد محمد علي بن رمضان. أمامكم مرياح بن رمضان. الترجي نجح في التسجيل، وفرحة كبيرة في مدرجات ملعب رادس من جماهير الترجي. أمامكم على الصورة قلت جماهير الترجي تدرك تماما وأن فريقها قادر على التسجيل، شجعت، هتفت، كانت وراء فريقها منذ البداية إلى حد الآن. جماهير قلت رقم واحد في مباراة اليوم هي اللاعب رقم واحد، وهذا اللي صار. الترجي من ضربة جزاء تمكن من خطف الأسبقية، الحد الأدنى المطلوب، ولكن مهم جدا الهدف اللي سجله بالرمضان. صحيح، إعادة مرة أخرى لضربة الجزاء الناجحة المسجلة من متوسط الميدان الدولي للترجي. هدف الترجي في مسابقة الموسم الفارط ويسجل حتى هاتريك
في مباراة في دوري المجموعات. ثم إصابة لصدقي الدبشي. نهاية مباراة مع تفاعل جماهير الترجي مع احتجاجات لاعبي بلاتو يونايتد، وهدف ثمين جدا للوصول لدور المجموعات من كأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. التغييرات حاليا من جانب بلاتو يونايتد.